نبدأ حلقة اليوم بالمركز ال14 مع الفيلم المقتبس من أحد أقوى الأنميات في التاريخ، فول ميتال ألكيميست، اللي فيه ناس كتير شايفينه من أسوأ الأفلام المقتبسة من الأنمي، بس الأغلبية شايفينه مميز، وده سبب وجوده في القايمة. وأنا هنا بتكلم على الفيلم اللي من إنتاج نتفليكس سنة 2017، مش فيلمين السنة اللي فاتت، وغالبا كلهم نفس التقييم، قرب 5.3 على موقع IMDb، يعني تقييم منخفض جدا. ده غير فيلم 2017 حقق قرب 8 مليون دولار عوائد بس. يعني بالرغم من انه فيلم ضعيف من وجهة نظر الكتير، الا انهم عاملين فيلمين بعد كده وغالبا نفس طاقم عمل الفيلم الاول. فمش عارف، هل الفيلم الاول عمل ضجة خلتهم يعملوا فيلمين جداد، ولا فكرة الفيلم اللي متاخدة من انمي تقيل هي اللي خلتهم يستمروا في الافلام؟ هو الفيلم الأول عمل ضجة أيام ما نزل في 2017 بدون شك، خصوصا قبل ما ينزل، بسبب إنه مقتبس من أنمي أسطوري والناس اتحمست له جدا. بس لما نزل خيب أمل الكتير بسبب عيب أغلب أفلام الأنمي اللايف من وجهة نظري، التقليد الأعمى لشكل الشخصيات، فبيطلع شكلهم عجيب قوي زي ما انتوا شايفين. ده غير غالبا قصة الفيلم هي نفسها قصة الأنمي، زي هنا مثلا لما يحاولوا في أول الفيلم يسترجعوا أمهم الميتة، ولا هنا في أكتر اللحظات المؤلمة في الأنمي، ولا الشخصيات اللي متاخدة من الأنمي زي ما هي. فهم واضح في الفيلم ده عادوا أحداث الأنمي تاني، بس بشكل سريع وتغيرات بسيطة. فياريت اللي شاف الفيلم يكتب لنا في الكومنتات، هل الفيلم يستحق ولا لأ؟